داخل امن الدوله. بنركز على الحيثيات يا استاذ ما دي محمد. الحيثيات، دي الحيثيات اقتحام امن الدوله. دي الحيثيات. انا بتكلم على حيثيات الحكم. والله دي حيثيات الحكم. الحركه استخدمت المعلومات التي جمعتها من امن الدوله. والله دي حيثيات الحكم. انا عارف حيثيات، بس انت رايح كده لحتت وسلمنا وعملنا الحكم ما قالش كده. من الحيثيات قدامي يا استاذ محمد. انا برد على الحيثيات. الحيثيات دي اللي انا بقولها موجوده يا استاذ اسامه ولا مش موجوده؟ سعد، حضرتك النهارده تقدمت بشكوى ضد حركه 6 ابريل، بلاغ ضد حركه 6 ابريل. لا احنا مقدمينه من قبل كده كمان. يعني عشان الامور تسمى بمسميات محدده جدا. احنا جبهه الشعبيه لمناهضه اخوانه مصر بتقول مرارا وتكرارا ان 6 ابريل احد ادوات التغيير الناعم، حرب الجيل الرابع ناعمه. احنا بنقول ان 6 ابريل، وده معروف ومثبت وبتسجيلات وبحاجات كثيره جدا، الذراع الليبرالي للاخوان المسلمين، زي ما الاشتراكيين الثوريين هم الذراع الاشتراكي المسلمين. عاوز اقول لحضرتك ان 6 ابريل قد كلف احد اعضاء جماعه الاخوان ومكتب الارشاد لاعطائهم تعليمات لاجهاض الدوله المصريه في اللي احنا بنعيشها دي. 6 ابريل بتنفذ اجنده. 6 ابريل راحوا صربيا برعايه اوتوبور، اتمرنوا على الفوضى الخلاقه، وكان معاهم عناصر من الاخوان المسلمين. وده يبان لنا في تظاهرات 6 ابريل في كل الدول اللي المفروض بتبقى فيها فوضى خلاقه، نفس الاليات تظاهر، نفس اشكال التفاوض. دي نمره واحد. نمره اتنين، 6 ابريل المفروض ان في سيناريو اخير عقد اجتماع في منهج 8 وتم الاتفاق على الاتي. انا بتكلم بمعلومات ومصر كلها تعرف ان الجبهه الشعبيه بقى لها سنتين ما خرجش كلمه او بيان او بلاغ الا لو كان في مستند. ما بنحبش لما بالمستندات، السفسطه بقى والكلام المغلوط ده احنا مالناش فيه. اجتماع منهايم في المانيا تم تكليف 6 ابريل بقياده موجه جديده قبل الانتخابات الرئاسيه القادمه المقبله على مصر. تمام؟ ده في خط تماس مع احد اهم تصريحات محمود عزت. نعلم تماما ويقينا ان من العبث ان نظن انه سنعود لحكم مصر. طب انت بتعمل كده ليه؟ قال لتهديد لقيامنا بدور محدد لاجهاد الدوله المصريه. ليه بقى بيجدوا الدوله المصريه؟ نقول لحضرتك ليه بيجدوا الدوله المصريه. لما 6 ابريل يجدوا الدوله المصريه وجماعه الاخوان بالتظاهرات والبلطجه اللي بيعملوها هنا، ده يبان لنا من جيش الاسلام او الجيش المصري الحر. ما لا انا بقى انا هنا عشان اقول ان انا اربأ بالاعلام المحترم ان يوصف هذه الشله من المرتزقه والخونه بالجيش المصري الحر. الجيش المصري الحر ده جيشنا اللي احنا نعرفوه. انما دول لازم ان هنا من قناه المحبط نقول اسمهم. مين المرتزقه والخونه من وجهه نظر حضرتك؟ المرتزقه والخونه دول اللي هم جايين من افغانستان. طلبه الاخوان اللي بيطلعوا من دلوقتي بيخلصوا المواسم الدراسيه بتاعتهم ما بيرجعوش. 6 بتتهم 6 ابريل بانهم خونه؟ طبعا، وعملاء، كلهم خونه وعملاء. 6 ابريل والتسجيلات خير دليل. استنادك الاستاذ محمد انا عاوز اساله سافر صربيا كم مره؟ طب انا هقول لك اكتر من كده. حضرتك تضحك. طب انا هقول لحضرتك اكتر من كده. استاذ اسامه انا ما عنديش باسبور. مش لازم يكون هو سافر صربيا. لا يعني انا عندي تقرير يا فندم، عندي تقرير يا استاذ محمد. طيب انا بس استاذن انا بس ما كملتش حضرتك. اكمل بس حضرتك. انا عندي تقرير شهر الاستاذ محمد تقريبا خلص 2011 في كل 4/2011 في كل الكلام اللي قاله الاستاذ محمد. ده 4/2011 جالي انا 4/2011. 4/2011. حلو. طيب بقى اكمل بس حضرتك.